محامي النادي الاهلي والكابتن محمود خطيب الاستاذ والمحامي والمستشار محمد عثمان يتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد الاستاذ مرتضى منصور. الموضوع اكبر من كده بمراحل عزيزي المشاهد، ومش دي الكارثة الوحيدة اللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة. واحنا اتكلمنا في حلقات كتيرة قبل كده عن ماذا فعل الكابتن خالد الغندور وماذا قدم الكابتن خالد الغندور، واشمعنى في اخر شهر ليه مع قناة نادي الزمالك طلع وقال لك انا خلاص انا ماشي من قناة نادي الزمالك وربنا يوفقني فيما هو قادم، وانا ولادي بتكسف قدام ولادي من الالفاظ اللي بيقولها الاستاذ مرتضى منصور وكل الكلام طبعا اللي فسكونيا اللي سمعناه في الفيديوهين اللي فاتوا. عزيزي المشاهد، حلقة النهاردة هي نارية للغاية، زي ما هنتكلم فيها برضو عن رفض الكابتن محمود الخطيب لطلب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي. تم رفض طلب أحمد فتحي من اعتزاله في النادي الأهلي. أحمد فتحي عاوز يقضي ال3 4 5 شهور اللي فاضيين له في مسيرته الكرويه في النادي الاهلي علشان لما يعتزل يبقى اعتزل في النادي الاهلي، ودي حاجه رفضها الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجه تخص الفيديو، انا عايز حضرتك كمشجع انت تقول لي وجهه نظرك في الموضوع ده. انا عاوز حضرتك كمشجع تقول لي هل انت مع رجوع احمد فتحي ولا انت ضد رجوع احمد فتحي؟ عاوز حضرتك تقول لي انت مع ولا ضد وليه؟ ولو مع انه يرجع معاه ليه؟ ولو مع انه ضد انه يرجع ليه ضد انه هو يرجع؟ تالت حاجة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة وهي اصابة محمد متولي في معسكر منتخب مصر. محمد متولي مدافع النادي الاهلي طبعا. الفكرة مش في كده، بس فكرة ان بعد ما متولي اتصاب حصل كارثة. فعلشان ما نحرقش كل حاجة في مقدمة الفيديو خلينا نقول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه كل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو لاكتر من 5000 لايك. بص يا فندم، دلوقتي موضوع حلقتنا النهارده هو ناري للغايه، هو من اهم الفيديوهات اللي عملناها في تاريخنا. مش احنا الناس اللي كل فيديو بيصوروه يطلعوا يقولوا ان ده اهم فيديو، ولكن الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي عملناها. ليه بقى؟ انا اقول لحضرتك ليه. لان مستشار محمد عثمان محامي النادي الاهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب ومحامي مجلس اداره النادي الاهلي عموما يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور. مع العلم ان كان في اصلا نوش وكان في خلافات بين محمد عثمان وبين مرتضى منصور. طيب، الاستاذ محمد عثمان خد حكم مع ايقاف التنفيذ، والاستاذ مرتضى خد حكم حبس شهر وما نعرفش ايه اللي حصل فيه. يعني انا كمحمد الجرحي ما اعرفش بصراحه، ولكن كل اللي انا عارفه ان هو ممنوع من السفر. ده اللي انا اعرفه، ان الاستاذ مرتضى منصور هو بلسانه طلع قال انا ممنوع من السفر. فهنا احنا بنتكلم ان لسه في حكم قائم على مرتضى منصور المفروض ينفذه. اذا كان بقى ينفذه في المستشفى، اذا كان هينفذه في اي حته هينفذه فيها بحاكم السن يعني. وان هو في ناس كده لما بتتخطى السن بسن معين ممكن يقضوا مده الحبس دي في المستشفى. مع ان يعني انا يعني ماشي، يعني لو حد صحته تمام ودنيته سليمه ده في المستشفى ليه يعني؟ الراجل ده بيزعق زعيق انا ما بعرفش ازعقه يعني، ولكن يلا مش مشكله، مش قصتنا. الفكره هنا ان الاستاذ محمد عثمان او المستشار محمد عثمان محامي النادي الاهلي تقدم ببلاغ الاستاذ مرتضى منصور للنائب العام مما حدث على قناه نادي الزمالك من تطاولات على الاستاذ محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. والاستاذ محمد سراج الدين طلع وضح في صفحته الرسميه على تويتر وعلى فيسبوك وقال لك انا خلاص انا هتقدم ببلاغ الى النائب العام طبعا، واللي هتقدم بهذا البلاغ المكتب المحامي الاستاذ محمد عثمان، وقال كل الدباجه اللي حضرتك محتاج ان انت تسمعها قالها. ولكن هل يتم تنفيذ عقوبه على الاستاذ مرتضى منصور لشتمته
الاستاذ محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي؟ مش عارف. مش عارف، ممكن نشوف دي بيحصل ولا دي حاجه صعبه ولا ايه؟ مش قصتنا. هل هنشوف الاستاذ محمد عثمان بياخد حكم جديد على مرتضى منصور؟ الله اعلم. خلينا نتكلم في تاني موضوع عندنا في حلقه النهارده، وهو رفض الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي فكره ان احمد فتحي يعتزل داخل جدران نادي الاهلي. بص يا فندم، فكره ان احمد فتحي يعتزل داخل جدران النادي الاهلي انا بجد ان هي فكره مش صائبه، لان في بدايه الموضوع كلنا قلنا لاحمد فتحي ان الفلوس مش كل حاجه. اما هتختم مسيرتك الكرويه وهتبطل تلعب كوره هيبقى في حاجات تانية اهم بكتير من الفلوس، البينيفيتس اللي بيقدمها النادي الاهلي. زي ان انت مثلا بعد ما تخلص كوره هتقدر تشتغل في النادي الاهلي، هتقدر تبقى محلل للنادي الاهلي، هتقدر تبقى انت بتطلع في التلفزيون بتمثل النادي الاهلي. ولكن ده ما تسمعش، والكلام اللي اتقال ده ما تعملوش اي اعتبار، واحمد فتحي سمع الكلام من هنا وطلعه من هنا، وفضل متمسك بفكره ان هو يروح بيراميدز، وفضل الفلوس على تواجده في النادي الاهلي. هتقول لي اصل هو استأذن ومش استأذن ومش عارف ايه. النادي الاهلي طلع بيان، او مش طلع بيان يعني، او اللي اتقال من داخل قلب النادي الاهلي من جوه، قال لك والله النادي الاهلي يرفض رجوع اي لاعب تم رفض عرض من اداره النادي. يعني لو اللاعب ده رفض عرض من اداره النادي ورحل من النادي بطريقه غير مرضيه لمجلس الاداره، فده اتحط بلاك ليست، مش هيدخل النادي تاني، مش هيتمرن في التتش تاني، مش هيشوف نجيله النادي الاهلي تاني. وده اللي حصل مع احمد فتحي. اداره النادي الاهلي خدت كرام يلا مش مشكله، خدت قرار يعني على مسؤوليتي ان احمد فتحي مش هيعتزل في النادي الاهلي. المهم يا سيدي، تاني موضوع معانا او تالت موضوع معانا في حلقه النهارده، وهو اصابه متولي مدافع النادي الاهلي في معسكر منتخب مصر. انا فاكر لما الونش اتصاب الاستاذ مرتضى منصور وجميع هزازي الرؤوس طلعوا في قناه نادي الزمالك واتكلموا ان ازاي الونش اتصاب في المنتخب، المفروض المنتخب هو اللي يتكفل ومش يتكفل، ولكن احنا عشان كرم من اخلاقنا وتفضيل ومش عارف ايه وبتاع احنا هنعالجه احنا وهنصفر الونش وبتاع. ولكن اديك شفت متولي بيتصاب، وبعدها من البجاحه بيطلبوا ان ياسر ابراهيم يروح بداله علشان يسد الفجوه الدفاعيه، برضه مدافع من النادي الاهلي، عشان يجيبوا له اصابه ويعملوا له اصابه زي ما حصل في اكرم توفيق. وبرضه اداره النادي الاهلي ما اتكلمتش ومحدش فتح بقه. فيا فندم احنا بنتكلم هنا الفرق بين السماء والعمى. انت بتتكلم ما بين فروقات مريبه وغريبه. عزيزي المشاهد، اصابه متولي هتغيبه حوالي مباراتين الجايين للنادي الاهلي والمباراه بتاعت منتخب مصر، فكده النادي الاهلي مش هيستفيد من متولي في المباراتين الجايين ليه في الدوري، ومش هيلعب في المنتخب. والراجل راح واتصاب في المعسكر، ما اتصابش في الماتش، فيعني اتصاب في المعسكر ازاي يعني ايه؟ انا مش فاهم. المهم ما كانش بيلعب او كان بيتمرن، فايه اصابه تيجي في التمرين تقعده 3 اصابه في العضله الخلفيه يعني المهم الفكره من الموضوع ان انا كنت عايز اوصل لحضرتك ان اللي بيعمله نادي الزمالك وبيعمل عليه بروباجندا كبيره قوي زي الونش واصابه الونش وغياب الونش واحنا هنعالجه على حسابنا والراجل اتصاب في المنتخب وانتوا المفروض يا منتخب اللي كل ده يا فندم اكمن بس نادي الزمالك بيحط لك عليه سبوت او هايلايتس، فبتبدا تشوفه انت من حته ده الزمالك ده مظلوم، يا لهوي على الظلم. مفيش ظلم. اي لاعب بيروح معسكر المنتخب معرض انه يتصاب، معرض انه يرجع لفرقته ما بيلعبش الماتشين ال3 اللي جايين. وكلنا شفنا اكرم توفيق قعد سنه بيتعالج من اصابه مع المنتخب، والنادي الاهلي ما اتكلمش وادارته ما اتكلمتش، لان الانديه ما بتعطفش على المنتخب. اي لعيب في مصر يتمنى المنتخب يقول له هوب فيهوب، اي لعيب في مصر يتمنى ان المنتخب يقول له تعالى فيروح. المهم نرجع لحته احمد فتحي، علشان انا بس يعني الموضوع ده مأثر فيا شويتين، لان انا قلت لاحمد فتحي، انا من خلال فيديوهاتي يعني ما اتصلتش باحمد فتحي قلت له، ولكن انا من خلال فيديوهاتي قلت لاحمد فتحي اكتر من مره
ان انت ما ينفعش تسيب النادي الاهلي علشان عرض جاي لك بفلوس كويسه من بيراميدز، كان لازم تفضل موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي هيفيدك بعد انتهاء مسيرتك الكرويه كتحليل او كاداري او كاي، يعني زي الكابتن حسام غالي مثلا. فتقدر تقول ان احمد فتحي خسر جمهور الكره المصريه، مش جمهور النادي الاهلي بس. لان انت حتى لو كنت بتتفق او تختلف مع احمد فتحي، انت كنت بتتفق او تختلف معاه عشان هو كان لاعب موجود في النادي الاهلي. واكبر دليل على كلام ان هو بعد ما راح بيراميدز ما شفناش حد بيسلم عليه وهو ماشي في الشارع حتى. يعني عزيزي المشاهد، الفلوس مش كل حاجه، ولكن هي حاجه مهمه جدا الفلوس، ولكن هي مش اهم حاجه، بس هي حاجه مهمه. علشان ما اطولش على حضرتك، قول لي رايك في كل اللي انت سمعته من اول خبر استاذ محمد عثمان وان هو هيقدم بلاغ في النائب العام او يعني للنائب العام ضد الاستاذ مرتضى منصور، وتاني حاجه اتكلمنا عليها رفض الكابتن محمود الخطيب لرجوع احمد فتحي واعتزاله، وتالت حاجه اتكلمنا عنها هي اصابه متولي واستدعاء ياسر ابراهيم للمنتخب بدال متولي. لحد ما نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.